عمرك خرجت من خناقة وبعد ما الشخص التاني يمشي أو المكالمة تقفل تلاقي نفسك فجأة مش زعلان منه قد ما انت زعلان من نفسك؟ أنا ليه قلت كده؟ أنا ليه سكت؟ أنا شكلي وحش جدا، أو أنا دايما بخرب كل حاجة؟ أكيد المشكلة فيا. وفجأة الخناقة اللي كانت مع حد تاني بتتحول لخناقة أكبر جواك انت، وتبدأ جلد ذات ولوم وإعادة للمشهد 1000 مرة، كأنك بتعاقب نفسك على إنك بني آدم انفعل أو اتوجع. فليه بعد كل خناقة ناس كتير بتكره نفسها؟ وده معناه إنك شخص فعلا سيء، وإزاي تتعامل مع الإحساس ده؟ وده بإذن الله هنناقشه في حلقة النهاردة. طب يا دكتور، ليه بعد أي خناقة بحس إن أنا الغلط حتى لو الطرف التاني فعلا غلطان؟ لأن كتير من الناس اتربت إن الخلاف شيء مرعب، ويمكن وانت صغير أي خلاف كان في البيت بينتهي بصوت عالي، تهديد، تجاهل أو عقاب. فمخك هنا اتعلم إن الخلاف يعني خطر، فأول ما تدخل في أي مواجهة دلوقتي مخك بيحاول يلغي الخطر بسرعة. طب ازاي؟ بانه يحملك انت المسؤولية كلها حتى لو الواقع مش كده. كأن مخك بيقول لو اعترفنا اننا السبب الناس هترضى عننا والخطر ده هيختفي. طب يا دكتور، ليه بفضل اعيد الخناقة في مخي 1000 مرة؟ دي حاجة اسمها اضطرار التفكير. يعني ايه؟ المخ بيحاول يرجع المشهد تاني وتالت ورابع على امل ان نلاقي النسخة مثالية من الحوار. تقعد تقول في بالك كان المفروض ارد بالجملة دي احلى، لا كان المفروض اسكت، على فكرة واحد تاني بيعلي على بعض يقولك لا كان المفروض امشي. لكن المشكلة ان الاعادة المستمرة مش بتصلح الماضي، هي بس بتستنزفك. طب يا دكتور، انا ساعات بكره نفسي علشان انفعلت جدا. في ناس عندها صورة مثالية على نفسها، أنا هادية، أنا متفهمة، أنا عمري ما أغلط. فلما نلاقي نفسهم اتعصبوا، صرخوا أو حتى بكوا، بيحسوا إن صورتهم انهارت. لكن الحقيقة الغضب مش معناه إنك شخص وحش، هو معناه غالبا إن في حاجة وجعتك أو عدت حدودك. المهم هنا عبرت عنه إزاي. طب وساعات بكره نفسي إني سكت ومعرفتش أرد، وده بيحصل مع ناس كتير جدا. بعد الموقف يحسوا انهم ضعفة انهم ما جاوبوش. لكن لازم تفهم ان وقت التوتر الجسم احيانا بيدخل حالة تجمد زي هروب او المواجهة برضه. فانت مش ضعيف، جسمك كان بيحاول يحميك بالطريقة اللي هو يعرفها. طب يا دكتور، امتى يكون كره النفس بعد الخناقات مرتبط بتقدير ذات منخفض؟ لما اي مشكلة صغيرة تتحول لحكم كامل على شخصيتك، بدل ما تقول انا غلطت في الموقف ده نعمم بقى انا انسان فاشل. ده في فرق كبير جدا بين الجملتين. السلوك ممكن يكون غلط، لكن ده لا يتساوى انك شخص سيء بالكامل. طب يا دكتور، اعمل ايه بعد اي خناقه بدل جلد الذات؟ اسأل نفسك 3 أسئلة. أنا متضايق من إيه بالظبط؟ هل أنا غلطت فعلا؟ ولو إيه الجزء اللي أنا أعتذر عنه؟ هل بلوم نفسي عشان بتحمل مسؤولية زيادة عن مسؤوليتي؟ واكتب اللي حصل بدل ما يفضل يلف في دماغك. طب يا دكتور، لو اكتشفت إني فعلا غلطت، اعتذر. الاعتذار الصحي أحسن من جلد الذات المرضي. بدل ما أنا بكره نفسي قول أنا غلطت في موقف معين وأقدر أصلحه. طب يا دكتور، لو الطرف التاني هو المؤذي، ساعتها اسأل نفسك ليه أنا متعود ألوم نفسي بدل ما أشوف الصورة كاملة؟ هل بخاف الناس تسيبني؟ هل متعود أرضي الكل؟ هل شايف إن غضبي آخرين معناه إني شخص سيء؟ فالخلاصة بعد كل خناقة افتكر انت مش أسوأ موقف عملته، وانت مش ملاك مطلوب منه يتصرف صح 100% طول الوقت. واحيانا المحتاجه بعد الخلاف مش عقاب نفسك، لكن فهم نفسك، وفهم نفسك اهدى بكتير من كره نفسك. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.